يا مساء الفل، مساء الجمال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده. النهارده اعمل قرنبيط اللي هو من غير بيض خالص. شوفوا الطريقه بقى معانا واحده واحده كده وقولي لي رايك يعني في التعليقات. اول حاجه احط ميه تسخن، هحط فيها معلقه سكر ومعلقه ملح ومعلقه كركم او نص معلقه بودره زعفران ومعلقه كمون. تمام. الميه بتغلي انزل فيها بالقرنبيط، اكون مفصصاه كده اللي هي الزهرات بتاعته دي طالعه من بعضيها كده و... واسلقه. خلاص. دي من اكلاتي المفضله، يعني انا القرنبيط ده اكله سخن اكله بارد اي وقت، يعني انا بعشقه. بحب اعمله كتير وبحب يعني. فلقيت البيض غالي فقلت اجرب كده طريقه من غير ما يبقى الزيت وبيض يعني، فتبقى الموضوع رخم شويه. فقلنا نوفر في حاجه يعني من البنود بتاعته. فهنا سلقت القرنبيط، بعد كده ابتدي اعمل الخلطة اللي انا هحطه فيها. خلاص. وبعدين القرنبيط من الحاجات اللي هي يعني الحاجات اللي بتاكل في الموسم بتاعها، ما ينفعش يتخزن، لما بيتخزن بيبقى طعمه مش لطيف. يعني انا كنت لما بسلقه واشيله بديله نص سلقة مثلا او فورة كده واشيله، بحس طعمه برضو ما فيهوش طعم اللي هو لسه وقت اوانه، الزرعة بتاعته لسه طالعة وكده بيبقى طعمه احلى. فعشان كده بحب اكله كتير في الوقت اللي هو موجود فيه، يعني لحد شهر 3 كده مقضيينها قرنبيط مثلا، نحب القرنبيط. بعد كده طبعا بيخلص وبنبقى مشتاقين له بقى، بنستنى السنة لما تخلص عشان يجي تاني. هنا هحط كوباية دقيق واربع معالق نشا وكيس بيكنج باودر، وده بودرة الزعفران اللي ابني جابها لي، هحط نص معلقة. خلاص. احط ملح. طبعا اهم حاجة بقى ظبطي في الملح عشان الحاجة ما تحدقش منك، عشان الحاجة ما تبقاش حادة، لان في ملح هنا وفي ملح في السلق وفي يعني كده اللي هي الكفر اللي هنغطيه من بره يبقى فيه برضه سنة ملح. فظبطي الملح بتاعك، احط ملح كمون. احط شوية كزبرة ناشفة. نحط هريسة شطة وتوم، كام فص توم كده يعني ممكن نص راس مثلا توم. دي معلقة هريسة الشطة. نحط معلقتين خل. نحط مية بقى ونعجن بيها او نقلبه بيها يعني، الخل عشان ما يشربش زيت كتير. فهنا الخل اتفاعل مع البيكنج باودر لما حطيته، لانه اتحط عليه هو، فبحس يعمل فوران كده. كده انا حطيت كل المقادير بتاعتي، احط بقى الخضره، شبت وبقدونس وكزبره، مقطعه الخضره صغير جدا واحطها عليهم وابتدي بقى انزل بالميه بتاعتي. اهم حاجه السمك ما يبقاش تقيل وما يبقاش خفيف، يعني ما يبقاش خفيف خالص ميه وكده، يبقى حلو كده وسط. وهحاول ما يبقاش فيه يعني مكلكع، الدقيق مكلكع، خلي بالك كده وانتي بتضربي ان الدقيق ما يبقاش مكلكع. ده الشكل بتاع الخلطه بعد ما عملتها. هبتدي احط بقى فيها القرنبيط واعمل بقى كفر كمان بيتحط فيه يطلع من ده يتحط في كفر كده ويتقلي على طول. خلاص. هيبقى كوبايتين دقيق او كوبايه دقيق وربع كوبايه نشا ومعلقه بيكنج باودر وذره ملح، ملح خفيف كده اللي هو ايه عشان نبقى ظابطين ملحنا بس. انا حطيت الدقيق والنشا، اقلب عليهم معلقه بيكنج باودر وذره ملح وخلاص على كده. واطلع القرنبيط من الخلطه احطه في الكفر، بعد كده اقليه في الزيت. الناس اللي بتحب القرنبيط كتير ممكن تعملوه مره كده ومره بالبيض، يعني مره اعملوه الخلطه دي ومره اعملوه بالبيض، هتلاقوه حلو يعني، كتغيير كتوفير، بما اننا اليومين دول بقى فيه حوار توفير وكده والكلام ده. تنسيش بقى لو اول مره تشوفي القناه تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده. تنسيش اللايك. انا في اليوم ده كنت مجهزه حاجات، المفروض عندي عيد ميلاد ومجهزه الحاجه بتاعتي اللي هي السكينه المنشار والحاجات اللي زي كده. انا كنت بعمل كذا حاجه قصاد بعض يعني، فهعمل قرنبيط وابتدي اعمل يعني هخلص الفيديو ده وهعمل لكم الفيديو، امنتج لكم الفيديو التاني عشان ينزل بعديه على طول. كنت عامله كيكايه فهوريها لكم بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنا كده ده كده الزيت بقى اللي بنقلي فيه، اهم حاجه يبقى يعني قلت ايه حاجه ضيقه عشان يبقى الزيت غويط شويه.
ولكوا خدوا الاجازه ولا لا؟ احنا لسه فاضل لنا كمان اسبوع في الامتحانات، تالتة اعدادي بقى وكده شهاده يعني. فربنا يا رب ينجح كل الولاد كده ويوفقهم ويجيبوا المجاميع اللي هم عايزينها باذن الله. يعني اخر مرحله عندي تالتة اعدادي هتخلص خلاص، هناخد اجازه بقى، بس مش اجازه طويله يعني 5 ايام بس عشان الدروس هتبدا تاني. ده شكله هو طبعا مقرمش، هي هنا بنتي اللي كان بتكمل تصوير. لان جالي ضيوف وكده فرحت قعدت معاه، وانا احط ملح وشطه، تدي رش رشه خفيفه كده على الوش، عشان تبقى ظابطه الملح بتاعك يعني، عشان لو حسيت اني عندي بشويه او كده. بس ده شكله بألف هنا وجميل